كيبدا الفيلم مع هاد خونا اللي سميتو كلاي كيبان عليه كيربي النحل ودخل لهاد الحظيره باش يحيد العش ديال رزوزي باش ما يقتلوش المستعمره النحل ديالو، وهادي جارتو اللي كتحسبو بحال ولدها. ومنين كان راجع للدار عرضات عليه انه يتعشى معاها في الليل. المهم خونا مشى يكمل خدمته في العسل وهي رجعت وجدات العشاء وشدات البيسي ديالها. كنعرفوا انها مسؤوله على واحد الجمعيه خيريه وعندها حساب بقيمه 2 مليون دولار. شويه كتجيها واحد الرساله كتقول ان البيسي ديالها تعطل وخاصها تعيط الرقم اللي في الشاشه باش البيانات ما يمشيوش ليها. عيطات وكنشوفوا هاد الساط اللي كيبان عليه بحال لا الا في شي شركه، وقال ليها انه خاصها تعطيهم الصلاحيه باش يقادوا ليها البيسي ديالها قبل ما تفقد المعلومات. عطاتهم الصلاحيه وطلعوا غير نصابه، خداو ليها الفلوس اللي كانوا في الكونط واللي اصلا غير ديال الجمعيه. ختنا تصدمات وما عندهاش منين تجيب للجمعيه هاد الفلوس، يعني حبيب بيس ينادي شاف التعيات وهي تنتحر. كلاي كان كيوجد باش يدي لجارتو شويه العسل باش ما يمشيش بيديه خاويين، دق عليها ولكن حتى شي واحد ما رد عليه. حل الباب ودخل، شاف انذار الحرائق طفاه، خدا موس حيت كان كيسحب ليه شي شفار كاين في الدار ومشى للصالون وهو يلقاها منتحره. شويه كنشوف واحد خيتي دخلت ونيشت على كلاي وقالت ليه تململ راسك كيطير، رمي الموس وجلس على ركابيك، اللي كنعرفوا من بعد انها بنت المراه اللي انتحرات. عيطوا للبوليس حقوا معاه ولكن عرفوها في الاخر انها حاله انتحار. نهار الاخر كنشوفوا فيرونا جات عند كلاي وطلبت منه السماحه حيت تهماتو البارح بانه هو اللي قتل امها، وعرضات عليه باش يهضروا شويه. مشى معاها وفيرونا قالت ليه انها عرفت علاش امها كانت معجبه به حيت كيشبه لولدها اللي مات في الجيش، وقالت ليه ان سبب الانتحار ديال امها كان بسبب انه نصبوا عليها واحد المجموعه اللي تابعينهم هذه عامين الاف بي اي، ووعدته انها غتنتقم منهم. كلاي بقى كيدخل ويخرج في الهضره وقال ليها انه غادي يعتني بخليه النحل، وفيرونا براسها ما فهماتو شنو كيقصد ومشى للبلاصه فين كيربي النحل. جبد واحد الديسك اللي كنعرفو من بعد انه تليفون. عيط لواحد خيتي قالت ليه شنو كديري كتقاعدتي، قال ليها انه محتاجه في واحد البلان وباغيها تعرف ليه شكون اللي نصب على موت فيرونا. في العشيه كنشوفو كيصلح الطوموبيل حتى جاتو ابيل من عندها، عطاتو العنوان وقصدهم ديريكت لمقر الشركه ديالهم. بيمن عيط حتى شويه وغادي نعرفو. وصل هاد جوج بدوات ديال ليسانس وهاد جوج حراس بغاو يوقفوا وقالوا لي انه ملكيه خاصه. كلاي يشرح لهم انه كيحميو نصابه، ولكن من بغاو يهجموا عليه كلاي غيبهم وفكك لهم السلاح ديالهم ودخل عليهم المقر، رش ليسانس وغا كارنيت اللي مسؤول عليهم ولكن خلا ضربوهم كاملين. ربط الهاتف بالبيدو د ليسانس وقال لكارنيت ان المكالمه الجايه غتحرق هاد البلاصه كامله. ومع خرج من الشركه واحد من الضحايا طلعت ليه ديك الشاشه باش كينصبوا على عباد الله، عيط ليهم وتقنبلات ديريكت الشركه. في الصباح كنشوفوا فيرونا مكسله ومعرقاها بماء الحياه. صونا ليها التليفون، جاوبات، وكنعرفوا انه صديقها في الخدمه وايلي وبجوج فيهم كيخدموا في نفس الفرقه ديال الاف بي اي. وقال ليها على الحريق اللي وقع. مشاو يحققوا في البلان ولكن ما لقاو والو حيت كاع الكاميرات تحرقوا، وعرفوا انهم من بين اللي نجاو من الحريق الناس عندهم سوابق في النصب والاحتيال والجرائم الالكترونيه. فيرونا قالت ليه بغات تحقق معاهم حيت شكات انهم هما اللي نصبوا على امها. الجهه الاخرى كلاي اللي بحال ما وقع والو جالس خدام في المستعمره اللي داير سالا. منين كان طالع ضرب على العصابه تابعه، مشى للحظيره طلق المواكن وغادي تقربل. العصابه وصلات وما عارفينش انهم دخلوا لقبرهم، قلبوا عليه ولكن كان داير حسابه، بقى كيصفيها ليهم بالواحد. هذا غفلو خنقو بسنسله، الاخر قرد ليه عنقو، الاخر خدا ليه سلاح وفكو وخدا منه ديك الحديده وخشاها فيه. كارنيت شاف الطيح اكثر من نايض وبرد ليه الماء في الركابي. في الاول كان دافع السناطح ودابا فكايه من وحلتها. شويه كنشوفو كلاي شدو طع عليه صباعه وخرج من الحظيره. من بعد كنشوفوا فيرونا اللي عيطوا ليهم على قبل الحظيره ديالهم حيت شعلت فيها العافيه. جاو الاف بي اي وما لقاو ثاني حتى دليل. فيرونا عرفت انه ما يكون غير كلاي حيت قدروا يعرفوا الهويه ديال واحد من هذوك اللي تحرقوا واللي طلع مع ديك الشركه ديال الاحتيال. نمشيو عند كارنيت اللي قدر يهرب. كنشوفوا كيحاول يعيط للشيف ديالو دريك دانفور، قال لي على البلان. حتى كنشوفوا كلاي خشى ليه كروشي وربطو بالطوموبيل ديالو، ومع حيد الفران خونا طاح في البحر. خدا التليفون وقال لدانفورد وجد راسك انا جاي نخلي ضربوك. دانفورد مشى يجري عند بواه اللي كنعرفوا انه كان رئيس ديال السي اي. قال لي على البلان. ولاص قال ليه رد بالك حيت هاد النحال ما كيضحكش، وان شي حاجه درتيها له هي اللي خلاته تعصب لهاد الدرجه، وباينه مخبي شي حاجه واللي غنعرفوها من بعد. غنمشيو لمركز الاي بي اي وغنشوفوا فيرونا قدرت تعرف ان الشركه اللي نصبت على امها في الواقع كاينين بزاف المراكز بحالها وكيجمعهم مركز اساسي وخاصهم يعرفوه. وسولات وايلي على كلاي ولكن قال ليها انه بحال الجن ما عارفينوش فين كاين. حتى منين فحصوا البصمات ديالو ما لقاو عليه حتى شي معلومه، وخايف لا يكون كينتمي لشي برنامج سري. شويه صوناو ليهم وقالوا لهم انهم لقاو كارنيت خونا اللي قطع عليه صباعو كلاي. في الليل غنشوفوا والاص معيطه له مراته وقالت ليه خاصك تساعد ولدي حيت راه خايف من كلاي، وبكلمات
كلمات حلوه قنعاتو انه يعاونو. تم عيط للمديره ديال المخابرات وقال ليها بغيتك تعاونيني وعاود ليها البلان. قالت ليه شكون من النحاله ديالنا، وكيبان على ان كلاي عنده شي علاقه معاهم. في الليل عيطت ليه وقالت ليه انه كان كلاي في برنامج سري سميتو النحالين، ودابا متقاعد وراه صيفطات واحد من النحالين باش يقتلوه. مشيو عند كلاي اللي كان كيدير المازوط، حتى جات ليه هاد خيتي وهي اللي مصيفطينها باش تقتل كلاي. دخلت في الطوموبيل ديال كلاي، هزات سلاحها، ومنين طلعت في الطوموبيل لقات كلاي ما كاين. شويه غفلها بالتيود المازوط، طير ليها سلاحها ودخل فيها بكروشي. بقاو دخل لي ندخل ليك. في الاخير كنشوفوها جبدت واحد الرشاش من الطوموبيل وبقات كتطلق في القرطاس حتى ولا ستاسيون كله يسانس. كلاي هز قرعه العسل وضربها للراس وشعل بريكه وحرق البلاصه. قبل ما يمشي قطع ليها صباعها. علاش؟ دابا تعرفوا. نشوفوا والاص مع ولد مراتو، تعيطات عليهم رئيسة المخابرات وقالت لهم انه البلان ما تقداش، وان النحالين حلوا القضيه وقرروا انهم ما يتدخلوش، خاصو يتعامل مع هذا المشكل بوحده. في الصباح كنشوفوا فيرونا ووايلي اللي حاضرين في مكان الحريق، وتوصلوا الحقيقه ان كلاين واناسيت اللي قتلها كلاي البارح كتجمعهم شي علاقه. وبالصدفه لقات فيرونا كتاب كيدوي على تربيه النحل، وهنا زادت تاكدات حتى انها عرفت ان الوجهه القادمه ديال كلاي هي بوسطن، وقررت انهم يتبعوه. في الجهه الاخرى كنشوفوا والاس جمع الفرقه ديال الجنود النخبه واعضاء وحدات خاصه على قبل كلاي، وعاود ليهم على البرنامج السري ديال النحالين، وعلى انه برنامج كيحافظ على امن المجتمع وكيتميزوا بالاستقلاليه، اي انهم اذا شافوا شي بلان كيضر بالمجتمع فكيتصرفوا بناء على المنظور ديالهم بحال كلاي تماما اللي شاف ان دانفورت كيهدد المجتمع. مشيو دابا عند كلاي اللي كنشوفوا كيدخل للمقر ديال النحالين، وقدر يدخل بفضل داك الصبع ديال ديك ختنا، حيت هو ما يقدرش يدخل لانه متقاعد. كنشوفوا دخل خدا جميع المعلومات على مكان المركز الاساسي ديال دانفورت، وخدا حتى شي اسلحه ومشى لعنده. وخا فرضوا امن عالي الصرا مع المركز الا انه قدر يدخل. من بعد ما قضى على الاف بي اي وحتى على القوات الخاصه، شد المسؤول على المركز واللي غا مع التصرفيقه الاولى قال ليه كل شيء، وراه التصويره ديال دانفورت. ولكن المشكله ان موت دريك هي الرئيسه ديال امريكا، وقال ليه كلاي ان منين كيكون خلل في توازن الخليه خاص يبدلوا الملكه. فيرونا بغات تلقي القبض عليه ولكن ما قدراتش، ولكن شافوا التصويره ديال دريك في البيسي ديال المسؤول وعرفوا ان الضحيه القادمه هو دريك. والاس وصلوا الخبر وقال لدان في سيره ولدي عند امك، فراه غير هي اللي تقدر تحميك من كلاي، حيت مو هي الرئيسه ودائما كيكون معها فرقه الحمايه، وما يمكنش كلاي يقتلو تماك. داكشي اللي كان عيط لمو ودار معاه انه غيجي لعندها. في الجهه الاخرى كنشوفوا فيرونا كتجتمع مع نائب الرئيس ديالها، وقالت ليه ان كلاي غيقتل الرئيسه دانفورت، حيت في النظر ديال النحالين ملي كتكون الملكه هي اصل مشكل الخليه خاصهم يتهناو منها. غنمشيو عند دريك وغنشوفوا انه وصل عند مو هو ووالاس، وبقى ليهم غير يديروها في حوايجهم من الخوف ديالهم من كلاي. كنظن انكم كاملين كتسولوا على كلاي، فكنشوفوا انه سلك طريق البحر باش يوصل عندهم. فيرونا وايلي كنشوفوا وصلوا فين كاين دريك ومو باش يعزوا الحمايه، وكلاي كنشوفوه باغي يدخل على الواد الحار اللي كيدير القصر جيسيكا الرئيسه. فتح القادوس اللي كتوقف فيه الشاحنات اللي كيدخلوا للقصر ملي كيتقلبوا، ومنين بغاو واحد من الجنود يقلب تحت الكاميو شنق عليه ولصقوا تحت الكاميو وخرج في بلاصتو وقصد القصر ديريكت. دريك كنشوفو كيضرب في طابه البيضاء. قالت عليه مو وهاد الكور ماشي بحالنا، انا نكون غايب على الوالده عام ودير لي هاد السلام. تساولوا بعضياتهم ومخرجات عاوتاني حيت عيطوا ليها. في الجهه المقابله كلاي اللي داخل عليهم بكوستيم بحال ما وقع والو، والغرض ديالو هو انه يجذب الانتباه ديالهم لعنده. وفعلا شافتو فيرونا وعلمت كل شيء، او تابعينه حتى خرجوا من البرا وداروا به كاملين. كل شيء حسبوا انه هو اخيرا لقاو القبض عليه، واللي ما عارفينش انه كان هاز اداه تحكم في يدو. تبغى واحد من القتله ديال والاس يقتلو وهو يقنبل الطوموبيلات ديال اف بي اي. استغل هذا البلان وخدا لذاك القاتل السلاح ديالو وتيرا فيه في صحابه ودخل لداخل. كنشوفوا نائب رئيس الاف بي اي في الطبقه الفوقانيه، واللي كان كيحقق مع دريك همو على ود دوك المراكز ديال الاحتيال حيت لقاوهم في سميتو، وهو يجي الخبر ديال كلاي انه قصدهم. كلشي بقى كيقفقف، وكلاي ما كاين غير شلخ ليا في البشر اللي جا قدامه كيصلبوا. طلع الفوق تلاقى بوالاس، وبقى عليه والاس انه كيعرف ان النحالين كيسهروا على امن الامه ما كيقربلوهاش بحالك، فرجع دابا حسن ليك تصنع العسل للجيران ديالك وعيش في هدوء. الله قال له هادشي اللي كنت كندير حتى قتلوا لي جيراني وبلا ما تبقى تبهلل عليا، فعارف ان ضميرك شراتو عائله دانف، وكون ما كانوا بحالك كاع ما يحتاج المجتمع النحاله بحالنا. فاخويا هاد النحاله بقاو كيخلعوني، امن دابا الشابو ليهم. ما عرفت يكونوا عندنا في المغرب. فرقع الباب دخل عند دريك امو، لقى دريك قتل نائب رئيس الاف بي اي حيت عرف كل شيء عليهم. وهنا كنشوفوا فيرونا ووايلي حتى هما وصلوا. كلاي قال لفيرونا حدي مع من كتخدمي، واش مع القانون ولا مع العداله، وهو يتيري في دريك ونقز من الشرجم
وبلا ما تعاطفوا مع دريك حيت كان باغي يقتل مو. فيرونا واخا تبعات كلاي ما بغاتش تشيري فيه، اولا حيت ما دارش شي حاجه غلطه وقتل دريك اللي قتل امها. كلاي هبط للبحر بدل حوايجو حوايج الغطاسه اللي كان حاطهم تماك وهو يغبر. وهنا كيسالي الفيلم ديالنا. ما تنساش كومنت وبارطاج ولايك وشي ابوني معاك، ومع السلامه.